ليه الإشاعات بتنتشر أكتر من الحقيقة؟ الإشاعات يعني مجموعة أخبار مغلوطة كلها غلط في غلط، بتكون مثيرة للجدل، وعشان الناس بتحب الأخبار المثيرة للجدل دايما بتروح على الأخبار دي وبتنشرها بمنتهى السهولة من غير ما تتأكد من صحتها. ليه هم بيعملوا كده؟ وإيه الأغراض اللي ورا ظهور الإشاعات دي؟ في بعض الأحيان بيتم إطلاق الإشاعات دي علشان يشتتوا الناس عن الحقيقة. الحقيقة بتكون واضحة وباينة وفي مليون دليل عليها، لكن مجرد إطلاق الإشاعات دي بيخلي الناس تشك في الحقيقة وتشكك في الدلائل اللي موجودة فيها، وبتخلي الناس ما يصدقوش الحقيقة حتى لو قدامهم مليون دليل ودليل. في بعض الأحيان كمان الطرف اللي بيطلق الإشاعات بيكون قاصد إن هو يزيل أصابع الاتهام عن نفسه، زي مثلا كده مسرحية رايا وسكينة لما راحوا قالوا إن في عصابات بتخطف في الستات علشان طبعا يزيلوا أصابع الاتهام عن نفسهم. ساعات كمان بتكون حملات موجهة من شركات منافسة علشان يقضوا على الشركة دي، يعني بتكون شركة الناس بتحبها وبتحب تشتري منها، فيعملوا إشاعات ويطلقوا إشاعات علشان يخلوا الناس تبطل تشتري من الشركة دي، زي الإشاعات اللي طلعت على الاندومي وعلى حاجات تانية وكنتاكي وحاجات تانية كتير احنا شفناها بنفسنا. ساعات كمان الإشاعات بتطلع علشان تسبب الجدل، وبالتالي اللي بيطلق الإشاعة دي بيبقى قاصد انه يعمل الجدل ده عشان ياخد الترند ويحقق مشاهدات كتير. في الحياة السياسية بقى بيحبوا يطلقوا الإشاعات علشان خاطر يخوفوا الشعب من التعبير عن رأيهم أو إن هم يطلبوا حقوقهم الشرعية، فبالتالي يطلقوا إشاعات علشان خاطر الشعب يخاف إن هو يتكلم. في كمان بعض الأشخاص اللي بيطلقوا الإشاعات للأسف بسبب الكره وتشويه السمعة، يعني لما يشوفوا شخص محبوب والناس بتحبه فيبتدوا إن هم يسوقوا سمعته ويشوهوا سمعته ويطلقوا أخبار كاذبة علشان خاطر الإنسان ده سمعته أو مصداقيته أو حب الناس ليه يتدمر. للأسف كل الأغراض اللي ورا إطلاق الشائعات بتكون أغراض سيئة وشريرة، وهدفها نشر التهويل والكره وتشويه السمعة وإزالة المصداقية للناس علشان الناس ما تصدقش الحقيقة. علشان كده خلوا بالكم كويس قوي انتوا بتشيروا ايه، وقبل ما تشيروا حاجة لازم تتأكدوا الأول ان الخبر ده حقيقي. أنا هحكي لكم حكاية عن الحقيقة والكذب. مرة الكذب راح قال للحقيقة النهاردة الجو جميل جدا، ما تيجي ننزل نتمشى شوية. الحقيقة صدقت الكذب ونزلوا علشان يتمشوا شوية. بعد كده الكذب قال للحقيقة ياه ده البحر شكله جميل قوي، ما تيجي ننزل. الاتنين قلعوا هدومهم ونزلوا البحر، وأول ما نزلوا البحر الكذب طلع من البحر بسرعة ولبس رداء الحقيقة وجري، ومن ساعتها وهو الكذب لابس رداء الحقيقة وماشي على إنه الحقيقة والناس كلها بتصدقه، والحقيقة لابسة رداء الكذب وعمالة تمشي تشتكي للناس ومحدش مصدقها للأسف. تعرفوا حتى لو الحقيقة مؤلمة في بعض الأحيان، بس الكذب والخداع مؤلمين أكتر مليون مرة من الحقيقة. لإمتى هنفضل نصدق الكذب ونداري على الحقيقة؟ جه الوقت اللي احنا نساند فيه الحقيقة ونظهر الحقيقة للناس ونواجه الكذب عشان نقدر نعيش في مجتمع سوي وناجح. ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا يا جماعة، اتأكدوا من الحاجة اللي انتوا بتنشروها، اتأكدوا ان هي الحقيقة قبل ما تنشروها للناس. كان معاكم غادة يسري، اشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.